مين منا ما بيحب حلاوة الجبنة الحمصو حموية؟ حمصية ولا حموية ما بعرف، خبروني بالتعليقات، لكن أنا اليوم جاي أعطيكم هاي الوصفة بكل بساطة. بكل بساطة، كوب ونص من المي عليهم كوب من السكر، ونحرك لحد ما يدوب السكر. بعدين راح انزل بكوب من السميد الناعم. كل المقادير سهلة وبسيطة موجودة بالبيت. حطيت السميد على مراحل وحركته لحد ما يفتح معي. بس يفتح معي راح انزل بجبنة موزاريلا، نص كيلو من جبنة الموزاريلا. نزلت فيهم على مرحلتين لحد ما شو ما تدوب الجبنة، والحرارة أقل من المتوسط، حرارة هادية يا جماعة. ونحرك 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 لحد ما تدوب الجبنة. شوفوا كيف صارت عجينة، هيك بتمط بتجنن، ولا أحلى منها. طيب، بعدين رح نحط يا أما ماء زهر يا أما ماء ورد. تمام. أنا صراحة كنت رح أحط ماء زهر بس ما لقيت، حطيت ماء ورد وطلعت جميلة جدا جدا جدا. طيب المهم، حطينا ماء الورد وكمان رح نحركها لترجع عجينتنا مطاطية بهذا الشكل، وهيك بتكون عجينتنا جاهزة. بعدين رح جيب مفرش بلاستيك تبع الطاولات وحط عليه شوية شربات أو قطر. أي مفرش بلاستيك عندكم، كيس بلاستيك عادي على فكرة. حطيت الشربات أو القطر، بعدين حطيت العجينة وجبت كيس الخبز. عارفين كيس الخبز الشفاف؟ هذا هو، نعم نعم نعم، موجود بكل بيت. وحطيت الكيس على العجينة، أنا آسف، وفردتها، وبعدين شلت الكيس بهي البساطة. بعدين رح شيل الزوايد. طبعا برجع بحشيهم وباكلهم أنا لحالي، بس لأنه عم نصور يعني فبنشيل الزوايد وهيك بنعمل عجينة مرتبة. بعدين جبت قشطة حيوانية. هي قشطة حيوانية، قشطة حليب خالصة، ولا أطيب منها ودسمة، وأنا بموت فيها صراحة. حطيت القشطة، بعدين راح لفهم مثل ساندويش، رول صغير هيك، كمان لفة. تمام. وبسكّرها كتير منيح. بعدين راح أجيب السكينة وراح أقطعها متل ما أنتم شايفين. ولإنه هي طويلة فأنا قسمتها 2، يعني قطعتها إلى نصفين، وبعدين مباشرةً على التلاجة ساعة ساعتين. وبعد ساعة ساعتين لمّا مسكت راح بلّش قطّعها. وكنت حضّرت شوية فستق حلبي أخضر، ويا محلى اللون الأخضر ويا محلى حلب. تحياتي لحلب بالمناسبة كمان، كونه نحن ماخدين من عندُن الفستق الجماعة وما نجيب سيرتُن. وآخر شي راح نحط عليها شربات أو شيرة أو قطر، وهيك بتكون أكلتنا جاهزة وصراحةً بسيطة وغير معقّدة. بتمنى تجربوها وتشاركوا الوصفة، وأهم شي تحكوا لي هي الوصفة حلبية أو حمصية. أنا برأيي المهم سورية. صحتين.